1975 انتهى الدرس يا غبي، انتهى الدرس يا غبي. أنا مش بنكلم حد، ده عنوان المسرحية. في سنة 1975 الأستاذ المخرج السيد راضي والمؤلف الكبير لينين الرملي بالاشتراك مع الفنان الكبير محمد صبحي وهناء الشربجلي ومحمود المليجي أخرجونا للضوء مسرحية انتهى الدرس يا غبي. مسرحية جميلة، مسرحية كوميدية تألق فيها الفنان محمد صبحي بأسلوبه الجميل الكوميدي الجذاب. لكن الاسم حلو حضراتكم، انتهى الدرس يا غبي، اسم جميل، اسم سينمائيا جذاب له صدى. المسرحية دي كانت من إخراج الأستاذ السيد راضي، وهو مخرج متميز في الأعمال المسرحية، ولينين الرملي كاتب ومؤلف غني عن التعريف، وطبعا الفنان محمد صبحي فنان مشهور كتير أمتعنا بمسرحياته الرائعة، زي مسرحيتنا اليوم اللي بنتكلم عنها اللي عنوانها حلو قوي، انتهى الدرس يا غبي. وعمل غيرها من المسرحيات زي تخاريف والجوكر، عم أيوب، كنتوا حضراتكم عارفين عم أيوب. لكن عنوان مسرحية محمد صبحي جميل جدا، تعتبر حضراتكم عنوان ذو صيت، ونكرره ونقول انتهى الدرس يا غبي. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.